السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. النهاردة هنشتغل مع بعض كوفية رجالي سهلة جدا وبسيطة. غرزتنا النهاردة ان شاء الله هتكون غرزة الفي. طبعا انا معايا هنا خيط اليزابريك باتيك. تقدر تستخدميه هو نفس النوع يعني، او تقدري تستخدمي الهيمالايا او البرنسس او اي نوع انت بتحبيه، او اي نوع متوفر عندك، او اي كذا لون حابة تدخليهم في بعض كده يكونوا ميكس حسب اللي انت حباه. بس انا النهاردة هشتغل الغرزة بتاعتي بالاليزابريك باتيك. انا معايا 3 شلات من نفس اللون، الدرجة بتاعتها اهي، لو حابين تعملوا سكرين وتجيبوها. تمام، اللون زي ما انتوا شايفين ده الرقم بتاعه. تمام كده، وده اللون بتاعي، ده لون شايفاه مناسب شوية للرجالي ومناسب كمان للحريمي. هنبدأ شغلنا مع بعض ان شاء الله. بغرزة سهلة جدا وبسيطة، المبتدئين يقدروا يشتغلوها، اي حد يقدر يشتغلها. يلا بينا نشوف الغرزة بتاعتنا هتكون ايه. طبعا الادوات بتاعتي هتكون اساسي معايا المقص، وهيكون معايا المزورة كمان علشان اقيس العرض والطول بتاعي. احنا بالمناسبة هنبدأ الكوفية بتاعتنا من العرض، مش هبدأها بالطول، بتكون اسهل واحسن. يعني انا شايفة ان هي احسن، بتخلي شكل الغرزة يكون واضح وباين، وكمان بتحسي ان انتي بتنتجي حاجة، يعني في انتاج كده، او تحسي براحة ان انتي قربتي تخلصي. انما لما بتبقى بالطول هي حلوة وكويسة ومفيش اي مشكلة، بس بحس ان الغرزة مقلوبة شوية، او آه، بتحسي بملل ان انت لا لسه مخلصتيش، قدامك كتير، ازاي هتخلصي 180 سنتي دول؟ تحسي ان الموضوع صعب. هنا كمان معايا ابرة رقم 5، دي اللي هنشتغل بيها الغرزة بتاعتنا النهاردة. وطبعا في البداية بسحب الخيط بتاعي من قلب الشلة علشان ما تنسلش معايا. ببدأ اسحب كده حتة من الخيط. تمام، انا العرض بتاعي عايزاه يكون حوالي 30 سنتي. طيب انا عايزاه ليه يكون 30 سنتي؟ الغرزة اللي هعملها عايزة ان الكوفية نفسها يكون فيها امكانية ان هي تتني او تتطبق جزئين كده على بعض. تمام، فانا هعملها تكون 30 سنتي او داخلة على 30 سنتي. طيب الغرزة بتاعتي اصلا قبل ما اعملها لازم اعمل سلاسل من البداية، دي هتكون العرض بتاعي. هعمل عدد مضاعف للعدد او الرقم 3. اول حاجة بعملها ببدأ عقدة البداية بالشكل ده. طبعا حاجة كمان، وانتي بتبدأي عقدة البداية هتسيبي طرف كده من الخيط طويل يتساوى مع الشراشيب اللي هتعمليها ان شاء الله للكوفية. طبعا بتسيبي حتة طويلة علشان الاخر دي بتكون زي ما انت شايفة كده، يعني بتكون هتتقص. تمام، فعلشان تتساوى مع اخواتها التانيين اللي هنركبهم هنسيب حتة طويلة كده. تمام، وهبدأ اعمل عقدة البداية بتاعتي بالشكل ده، وابدأ اعمل عدد من السلاسل يتماشى مع العدد 3 او الرقم 3، ويمشي مع 30 سنتي اللي انا هعملهم. افضل ماشية بالشكل ده، اخلص عدد السلاسل بتاعي واقيسهم على المزورة، اشوف انا وصلت ل30 سنتي ولا لسه. تمام، واقول لكم انا عملت كام سلسلة من سلاسل البداية. كده انا عملت 54 سلسلة من مضاعفات العدد 3، يعني 3 في 18 ب54. وهزود كمان سلسلة بتاعت سلسلة ارتفاع. تمام، نسيت اقول لكم كمان هي هتكون كام سنتي، حوالي
30.5 او 31 سنتي. تمام، بسلسلة الارتفاع بالشكل ده. ليه انا عاملاها كده؟ علشان لما تتني تكون بالشكل ده. لو انتي حابة انها ما تتنيش براحتك، حابة ان انتي تخلي المقاس اعرض او اقصر شوية، المقاس بتاعك تقدري تشتغلي بيه. احنا هنا عملنا سلسلة الارتفاع بتاعتنا. تمام، هبدأ اعد كده من السلاسل اللي انا عملتها. ادي 1 2 3 4 5. هدخل في السلسلة رقم 5، هعمل عمود بلفة. طبعا مش هدخل من السلسلة من هنا، انا عايزة ادخل من ظهرها علشان الشغل بتاعي يكون مظبوط، واجي وانا بركب الشراشيب الاقي ان الشغل بتاعي مظبوط وتمام. تمام، هعد 1 2 3 4 5. مش هدخل من هنا، هدخل من الظهر في السلسلة الخلفية بتاعة السلسلة رقم 5. هعمل عمود بلفة، سلسلة، عمود بلفة في نفس الغرزة بتاعتي. تمام، والف الخيط على الابرة واعد. ادي 1 ادي 2. اروح للغرزة التالتة برضو في السلسلة الخلفية للسلسلة رقم 3، وهعمل عمود بلفة، سلسلة، عمود بلفة. تاني الف الخيط على الابرة واعد 1 2. اروح على الغرزة التالتة او السلسلة التالتة بس في السلسلة الخلفية بتاعتها. تمام، اعمل غرزة عمود بلفة بالشكل ده كده، واعمل سلسلة، الف الخيط على الابرة وفي نفس المكان هعمل عمود بلفة. بصوا الغرزة شكلها بدأ يبان بالشكل ده كده. تمام، وهكمل بنفس الطريقة. الف الخيط على الابرة، اعد ادي 1 2. الغرزة التالتة ادخل في السلسلة الخلفية، عمود بلفة، سلسلة، عمود بلفة في نفس الغرزة دي. غرزة الفي اللي انا بعملها بالشكل ده كده، وهوريكي بعد كده السطر الجديد هنبدأه ازاي مع بعض. كده انا وصلت لنهاية السطر بتاعي، الغرزة وضحت شوية. تمام، جيت للنهاية هنا لقيت فيه غرزتين فاضلين. تمام، هنا هلف الخيط على الابرة علشان اقفل بقى السطر بتاعي. هدخل في الغرزة الاخيرة اعمل فيها عمود بلفة، نظبطها بس كده زي ما اتفقنا. بندخل في الغرزة الخلفية، تمام كده، اعمل عمود بلفة. كده انا خلصت السطر بتاعي، وده هيكون بيتكرر معايا في كل السطور. بعد كده عايزة اطلع على السطر الجديد، هعمل 3 سلاسل ارتفاع. ادي 1 2 3. الف الشغل بتاعي. تمام، هلاقي هنا عندي حرف الفي ده اللي احنا عملناه، ده وده وده اهو. دي غرزة الفي بتاعتي. كل فراغ من فراغات اللي هي غرزة الفي دي هدخل فيها بالشكل ده، هعمل عمود بلفة، سلسلة، عمود بلفة. نفس الحكاية الفراغ اللي بعديه اهو، ده الفراغ بتاع حرف الفي. هدخل كده عمود بلفة، سلسلة، عمود بلفة. الغرزة اللي وراها عمود
بلفة، سلسلة، عمود بلفة، وافضل شغالة كده لنهاية السطر بتاعي. هنخلص السطر ده ونبدأ سطر جديد، واوريكم بقى بعد كده الشغل بتاعنا هيكون ستاندرد ماشي ازاي لغاية اما نوصل للطول المناسب. حابة تعمليها 160 سنتي، 180 سنتي، بالشراشيب، من غير الشراشيب، حاجة بترجعلك انتي وحسب الخيط بتاعك. وهقول لكم برضو هنستخدم خيط قد ايه. كده وصلت لنهاية السطر بتاعي. عندي اخر غرزة في هشتغل فيها عمود بلفة، سلسلة، عمود بلفة، وعندي الثلاث سلاسل ارتفاع اللي اشتغلتهم. هدخل في الغرزة رقم 3 بالشكل ده كده. برضو بدخل في الغرزة اللي هي الخلفية او السلسلة الخلفية من السلسلة رقم 3. بدخل بالشكل ده، اعمل عمود بلفة، واكون خلصت السطر بتاعي بالشكل ده كده. تمام. بعد كده بعمل ايه؟ بعد كده برتفع 3 سلاسل، ادي 1 2 3، والف الشغل بتاعي واكرر نفس الموضوع. بشتغل في غرز الفي بتاعتي، كل غرزة في بتقابلني بشتغل نفس الغرزة مرة تانية، عمود بلفة، سلسلة، عمود بلفة، عمود بلفة، سلسلة، عمود بلفة، لنهاية السطر. واول ما بوصل للنهاية الثلاث سلاسل الارتفاع بشتغل فيهم في الغرزة الثالثة، بشتغل في اللفة اللي هي الخلفية بتاعتها عمود بلفة، وارجع اطلع السطر بتاعي بثلاث سلاسل، وهكذا لغاية اما اوصل للطول المناسب اللي انا عايزاه. انا هخلص الكوفية بتاعتي وهقول لكم انا عملت الطول بتاعها قد ايه، وكمان سحبت خيط قد ايه. استنوني هتشوفوا الشكل النهائي هيكون عامل ازاي. ورجعت لكم تاني ووصلنا للطول المظبوط او الطول المناسب لينا. انا عملتها بصراحة حوالي 155 سنتي الطول بتاعها، والعرض زي ما اتفقنا كان حوالي 30 سنتي. زي ما انتم شايفين كده انا ركبت الشراشيب بتاعت الكوفية بتاعتي. طبعا طريقة التركيب للشراشيب كاملة هتلاقوها تحت في صندوق الوصف، هسيبها لكم. كنا عاملين فيديو كامل ازاي نقص الشراشيب بالمقاس بتاعها، ازاي نركبها، ازاي نبدأ نسويها، كل الكلام ده كان في فيديو كامل هتلاقوا اللينك بتاعه في صندوق الوصف تحت. طبعا الغرزة بتاعتنا سهلة جدا وبسيطة، تقدري تنفذيها بأي نوع خيط متاح عندك، الإليزا او الهيمالايا او لندن او ايا كان بقى النوع اللي عندك. حابة تشتغلي سادة، حابة تشتغلي جنجاه بالشكل ده، حابة يعني تجيبي كذا لون مع بعض وانت تظبطيهم، دي حاجة بترجعلك انتي. غرزة سهلة جدا وبسيطة اي حد يقدر يشتغل عليها. ان شاء الله الفيديو اللي جاي يعني هحاول ان انا اعمل لكم نفس الغرزة دي بس يكون جوانتي. لو حد عايز يعمل طقم كامل، كوفية والجوانتي او الشال والجوانتي بتاعه. بس دي كانت غرزتنا النهاردة، يا رب تكون سهلة ويا رب يكون الشرح عجبكم. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وسبسكرايب للقناة علشان تتابعوا كل الفيديوهات اللي جاية بإذن الله. واستنوني في فيديوهات للشيلان بطرق مختلفة وغرز كتير، ومستنية طبعا رأيكم واستفساراتكم في الكومنتات. ما تنسوش اللايك، وشكرا لكم على متابعتكم، والسلام عليكم، واستنوني في فيديو جديد.